بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم أجنحة الكنتاكي الجميلة دي. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة كده سهلة وحاجة بسيطة، وتعملي كمان من الأجنحة أكلة لذيذة كده. قد ايه مستوية، قد ايه سهلة وبسيطة. شايفين بيضة زي القشطة؟ شايفين الجمال؟ ان شاء الله طريقة تنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا كيلو من الاجنحه. بتجيبي الاجنحه بتمسكيها، تقطعي الضفر الاولاني او القطعه الصغيره دي، لان دي اللي بيبقى فيها الزفاره. بتمسكيها بقى تغسليها كويس قوي. بعد كده بتعملي لها المحلول بتاعها. المحلول ده بتجيبي الاجنحه تغطيها بالميه، بتضيفي بقى على الميه معلقه ملح، معلقه سكر، معلقتين خل، عصير ليمونه، ممكن طماطميه صغيره كده مبشوره. بعد كده بقى بتضيفي لها ورقتين لورا، بتضيفي ربع معلقه صغيره كده جنزبيل، وربع معلقه صغيره من الفلفل. بتمسكي كله بقى تقلبيه مع بعضه، وبعد كده بتبيتيها ليله، او ممكن لو انت بقى مستعجله مش اقل من 3-4 ساعات، لان المحلول ده بيفتح الانسجه وبيساعد على السواحه. بعد ما عملتها كده ونقعتها في المحلول، مسكتها تاني بقى، صفيتها وغسلتها كويس قوي وصفيتها بالشكل ده. معايا هنا بقى للتتبيله، معايا 2.5 كوباية من الدقيق، نص كوبايه من النشا، نص معلقه صغيره كده بيكنج باودر. معايا هنا بقى التوابل من كل حاجه، معلقه كركم، بابريكا، ملح، فلفل اسود، بهار فراخ، كمون على كزبره، توم باودر، وبصل باودر. طبعا حابه تضيفي توابل اكتر من كده براحتك انتي. بعد كده بقى رايحه اقلب بقى النشا مع الدقيق. طبعا بتستخدمي نشا وبتستخدمي دقيق على حسب كميه الاجنحه المتواجده عندك. بعد ما قلبنا الدقيق والنشا والبيكنج باودر كويس قوي كده، نقلبه التوابل. بعد ما قلبنا التوابل بالشكل ده، هبدا بقى اضيفها على الدقيق والنشا، اقلب كله مع بعضه كده. انقص في طبق تاني بالشكل ده. بعد ما قسمناهم كده في طبقين، انزل على طبق منهم بميه كده. بتضيفي ميه بقى للتتبيله دي وبتقلبيها لما تبقى بالسمكه دي بالشكل ده. ممكن كمان لو عندك مستردة ممكن تضيفي معلقتين للخليط ده. بعد ما قلبنا الخليط ده، نبداوا بقى نشتغله كده. بسم الله. نبداوا بقى نجيبوا طبق بالشكل ده، بناخدوا الجناح كده، بتنزلي بالجناح في الخليط ده كده. بعد كده بقى بتاخدي الجناح كده اهو، بتصفيه بس كويس قوي كده من الخليط ده كده، وتنزلي بيه هنا، بتحطيه في الكفر الاخير بالشكل ده كده، تضغطي عليه كويس كده بالشكل ده. تاخدي اهو الاجنحه تنزلي بيها في الخليط كده، بتطلعيها بتصفيها حبه صغيرين كده بالشكل ده، تنزلي بيها في الكفر، تبداي تضغطي كويس قوي كده بالشكل ده. ادي الجناح في الخليط ده اهو. بتطلعي الجناح من التتبيله بالشكل ده، بتنزلي بيه في الكفر الاخير، بتنزلي منه دي بالراحه كده، وانت بتعمليه كده بيديك الكرمشه دي بالشكل ده. بعد ما عملنا الاجنحه بالشكل ده، طبعا لو عملت الكميه كلها حطها جنب بعضيها كده، ما تحطيهاش على بعضيها، علشان لو غيبت معاكي مفيش قطعه تشيل الكفر بتاع ايه القطعه اللي تحتيها. فدايما خلوهم جنب بعض كده. حبايبي معايا هنا الزيت سخن. حطي الزيت في حله صغيره كده، علشان مهما كان كميه الزيت قليله بتديكي ايه كميه كتير. بعد كده بقى هنزل بالاجنحه في الزيت بالشكل ده، هنزل بالتاني كده. النشا اللي احنا بنضيفوه للدقيق، النشا بيخلي الاجنحه او البانيه او ايا كان اللي انت بتعمليه بتضيفي له نشا، بيخليه كده يستوي براحته كده في الزيت وما بيتلهبش معاكي بسرعه. بعد ما بتنزلي بالاجنحه في الزيت، بتهدي النار على الزيت علشان الجناح ياخد راحته كده في السوا، ما يطلعش ايه ني معاكي. حبايبي بعد اجنحه كنتاكي الجميله دي ما اخدت راحتها كده في السوا، شايفين بسم الله ما شاء الله،
طلع لونها شكله جميل ازاي. ده بقى علشان اضافه النشا بتخلي الحاجه تاخد راحتها كده وما تتلهبش منك بسرعه. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين كمان البيكنج باودر مخليه نافش وجميل ازاي. نبداوا بقى ننزله تاني كده بسم الله بالشكل ده. بتنزلي الاجنحه في زيت سخن كده علشان خاطر الكفر ما يفكش منك. بتنزليها في زيت سخن ثواني كده، وبعد كده بتبداي تهدي عليها النار. بنفس الطريقه رايحه اكمل ان شاء الله ونعمله مع بعض سلطه الدقوس. حبايبي واحنا بنحمروا اجنحه الكنتاكي يلا بينا نعمله سلطه الدقوس كده مع بعضينا. معايا هنا طماطمتين متقطعين، معايا بصلايه، معايا شطه خضراء، لو انت عاوزاها حاميه تضيفي شطه، عاوزاها بارده تضيفي فلفل اللي براحتك انت. معايا هنا فصين 3 كده من الثوم، معايا هنا حبه كزبره على حبه بقدونس، معايا هنا كمون على كزبره، معايا فلفل اسود، معايا ملح، معايا ليمونه. هاخد كل الحاجات دي رايحه افرمها كده في الكبه فرمه خشنه، طبعا مع معلقه زيت ومعلقه من الخل. رايحه افرمها فرمه خشنه كده ان شاء الله وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض اجنحه الدجاج الكنتاكي وكمان سلطه الدقوس. قد ايه طعم وريحه بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. قد ايه شايفينه مستوي وجميل ازاي؟ قد ايه جميل بسم الله ما شاء الله. لا فيه دم ولا فيه حاجه، طبعا علشان نقعناه في المحلول مش اقل من 4 ساعات، وكمان اضافه النشا خلته كده ياخد راحته في السوا وما يتلهفش معاكي بسرعه. قد ايه مستويه، قد ايه سهله وبسيطه. شايفين بيضه زي القشطه. شايفين الجمال؟ ان شاء الله طريقه تنور رضاكم حبايبي. وبكده اكون عملت معاكم اجنحه الدجاج الكنتاكي وكمان سلطه الدقوس بطريقه سهله كده وبسيطه. يا رب تنور رضاكم، وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدني اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.